السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واخيرا بقى نزلت لكم بفيديو النهارده، واوعدك انك مش هتخرجي من الفيديو ده غير وانتي مستفاده بثلاث حاجات. اول حاجه ان احنا نتحدى الكسل مع بعض، تاني حاجه ان احنا نتشجع ونتحفز مع بعض، تالت حاجه واهم بقى حاجه انك مش هتخرجي ان شاء الله من الفيديو ده غير وانتي مستفاده منه، وكمان هناخده منه افكار. بس كل بقى اللي انا طالباه منكم في البدايه كده قبل ما ندخل بس ونتعمق في الروتين، اول حاجه طبعا هنصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الرسول، يلا صلوا عليه كمان مره. الحاجه بقى الاخيره اللي هطلبها منكم اللايك يا جماعه، لاني بجد اكتشفت ان هو مصدر الطاقه بالنسبه لي، ده مصدر الطاقه بالنسبه لصاحبه القناه. هو دوت اخرة التعب واخرة المنتجة واخرة الضغط، هي دي الحاجة اللي بتفرحها. يلا بقى نتشجع كده مع بعض ونتفاعل كده مع بعض. وفضلا حط لايكك القمر وكومنتك لو امكن، يعني ان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم وتتشجعوا منه. كمان هتكلم معاكم كده كلام هو على قد شويه، بس هنتكلم مع بعض شويه كده وندردش واحنا بنعمل الروتين، او احنا بنستعد كده لعيد الاضحى المبارك. لكن خلوني بقى في البدايه اشكر متابعيني الدائمون وارحب بمتابعين الجداد الامارات. اهلا بيكم يا حلوين، نورتوا عائله الصغيره، عائله السوله. عايزه اقول لكم ان انا بنبسط جدا حتى ولو كومنت بسيط. اتبسطت جدا في الفيديو ده، لقيت كومنتات وتفاعل من ناس جديده، يعني ام عبد الله اهلا وسهلا بيكي. واكتبوا لي يا جماعه يعني اساميكم علشان ارحب بيكم باساميكم ونبقوا صحبه كده مع بعض حلوه. لو اول مره بقى تشوفي قناتي فاحنا عاملين مسابقه كده صغنونه، هبقى احطها لكم التفاصيل بتاعها في اول كومنت مسابقه. وزي ما انتوا عارفين ان هيكون جزء منها من الناس اللي متفاعله معايا على القناه. عايزه اقولك بقى انا اول ما بكون لسه متابعه الفيديو وبلاقي لايك جديد ببقى عايزه اعرف اقول مين القمر اللي حطت اللايك ده. يلا بقى ندخل ناخد طاقه كده، عشان احنا بصراحه اتكلمنا كتير قوي في البدايه كده. حبيت ان انا اخد الدنيا من بره لجوه، بحيث ان انا يبقى مرتبه كده، الترويقه مرتبه والتراب والكلام ده كله، وهنا ما يتلخبطش على هنا. فقلت ابدا من البلكونه. البلكونه كانت عقدتها عقده هي من يوم ما فتحت القناه، وعندي البلكونه عقدتها عقده زي ما انتوا فاهمين. هتفهموا في روتين كنت عاملاه للبلكونه بس. هتفهموا كل حاجه، واكيد من اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بصوا الغطا بتاع العلبه، يعني هما مقرقدين اصلا البلاستيك، بياكلوا بلاستيك. في نوع كده بيتغذى على البلاستيك وعلى بيسن اسنانه في الحاجات دي، ما بيروحش الاكل، ما بيروحش غير للحاجات دي. واكتر حاجه بتساعدهم على الكلام ده كله هي الكركبه. اي كركبه في البلكونه، اي حاجه ملهاش لازمه ساعات بنحطها في البلكونه، هي اللي بتجمعهم. بس المره دي يعني زي كل مره واكتر كمان. اللي شافوا بقى معايا الروتينات اللي كانت في البلكونه هم اكتر ناس حاسين بيا بصراحه، فمش هتكلم كتير في الموضوع دوت. المهم البلكونه كان فيها هي بس كرتونه، وفيها مثلا ايه حبه بلاستيكات فاضلين من حبه ترويق، مش عارفه ايه الحبه الاخرى دول اللي بنتعقدوا منهم، فانا بلمهم على بعضهم كده. فالمهم نسيتهم فتره كبيره في البلكونه لحد ما بقى زي ما قلت لكم كان في روتين مره اللي هو في اخر فيديو لتنظيف البلكونه. كنت لما دخلت الكرتونتين وفي الاخر لقيت الفار عمال على الكنبه. وكان يوم يعني من ساعتها بقى وهم جوه، يعني اخدت الكرتونه كده على بعضها ودخلتها جوه، ومن ساعتها ما قلبتش بيها تاني. جبت بقى ايه غير اليومين دول يعني، بعدتها خالص بعيد عن الشقه يعني. وابتديت ان انا اروق البلكونه وافضيها خالص، وسبت فيها زي ما انتوا شايفين الحاجات اللي قدامكم. انا اصلا يعني في البدايه لقيت نفسي بقى داخله على العشر الاوائل، وفاضل 10 ايام بس على العيد. فقلت لا، عايزه اقول لكم ان انا ماليش نفسي اروق في الشقه غير لما البلكونه تكون رايقه، حاسه ان هم اتشال من على قلبي حرفيا. فالمهم رحت ايه قلت اعمل لنفسي جدول، ومش عارفه كل ما اعمل جدول ما بمشيش عليه ليه. كل مرة اعمل فيها جدول في البيت، وعمري عمري عمري من ساعة ما قبل ما اتجوز عمري ما مشيت على جدول، واجي برضو تاني اعمل جدول لنفسي تاني كأني بصوا ولا كان في سابق قبل حاجة، واقول همشي عليه وفعلا ما مشيش عليه. يعني احنا خلاص قربنا على العيد اهو وما مشيتش على اي حاجة من الجدول اللي انا عاملاها. بس الحمد لله روقت البلكونة يعني. النهارده بقى باذن الله بعد ما منتج لكم الفيديو وانزله لكم هقوم اروق بقى من البدايه من البلكونه تاني، عشان زي ما انتم شايفين هي متطربه اصلا. انا بس عملتها، عايزه اقول لكم ان اصلا لما روقتها النفس السفوته دول كان تقيل تقل. اول مره اشم لهم ريحه في البلكونه غبيه كده، فاضطريت ان انا اسيقها وسيقتها كامله يعني. والحبال والبتاعه بتاعه
اللي بننشر عليها ده ستور، بس ما غسلتش بقى على خشب، مش عايزه اغسله كتير بصراحه عشان الميه وكده. بس النهارده بقى هبتدي ان انا احاول ان انا افرش النهارده، يا رب يا رب والنبي عني افرش النهارده علشان الفيديو ينزل لكم بدري، وابعت اسئله عند ماما عشان مبعرفش اعمل منها اي حاجه. وفي كارثه في الحمام ان شاء الله لو قدرت ان انا اصور لكم الفرش واصور لكم كده، هصور لكم ان شاء الله وانزله لكم على طول. زي بقى ما انتوا عارفين من الفيديو اللي فات ان انا طلعت العصافير من المكان ده اللي هو الطرقه للبلكونه. الحيطه بقى بصوا مش قادره اقول لكم، ما كنتش عارفه ان الحيطه وراهم كده، عايزه بقى تتغسل. المشكله ان هي تحتيها كوبس، بس ان شاء الله هنتعامل فيها النهارده اهو، هو جنبها يعني او فوقيها او تحتها. المهم ما علينا، طلعتهم بره. اصلا ما كنتش من خططي خالص ان انا اطلعهم، بس انا ارتحت بصراحه لما طلعتهم. اول حاجه ان انا اكتشفت ان هم تعبانين، فشفتهم لما هم بقوا فوق كده فشفتهم، وفي النور شفتهم اكتر. وعايزه بقى اوديهم، يعني لسه حرام ما وديتهمش لحد دلوقتي بسبب ان حد كان فتح وقفل، فلسه هدور لهم على حد كده واوديهم عليهم عنده، عشان حرام بقى ذنبهم وكده. المهم هو كان في الصندوق، معذرة يعني على المنظر، الصندوق بتاعهم اللي انا طلعته اللي كان فيه الفضلات، كان فيه بيضة كده مكسورة اكتشفتها برضو، يعني اللي انا كنت بحكي لكم عنها المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات اللي قبل اللي فات ده على طول، او الفيديو اللي فات ده على طول، ان هي كل ما بتبيض ما بقتش تفلح يعني خلاص فهو حلو، بس زورهم في البيت كده مونسني. وديت كده البلكونة كنت خلصتها. وبصوا بقى الكراكيب والحاجات دي كلها انتوا عارفين لمين، سبتها تتعامل وهي ما سابتنيش في حالي بصراحه. قلت بقى ادخل بقى على الارض كده اروقه، يبقى كل حاجه متروقه لحد قبل العيد، اروق تاني وافرش، يبقى اللي هو ايه الكركبه والحاجات دي اتشالت والزباله ومش عارفه ايه وكل الكلام ده. وبرده اتشجعت على كل ده، كان تقريبا في يوم ويوم اللي وراه او حاجه زي كده. اتشجعت على التلاجة، كانت تقرف والله العظيم. التلاجة عندي بتنضف قوي، ولازم ألمعها قوي، وبعدين بتتكعبل مرة واحدة وبتبقى تقيلة خالص على الواحد ان هو يعملها، ومعرفش ليه. المهم قلت بقى ايه، انا قلت همسحها بالفوطة ديت، لقيت نفسي لأ غسلتها وكده. والدرج برضو طلعت منه حاجات. بقول لكم خلي بالكم من المكان اللي عند الجلد ده، انا اكتشفت ان هو صفر، يعني هو بقى في حاجة نزلت عليه، وبعد ما غسلته لسه مصفر يعني. الجلدة اللي تحت متشالة، فهعملها مش عارفة ليه كده، فهعملها بالشمع البلاستيك. هنا بقى كنت هحط الدرج، وبعدين طلعته في كل الدرج ده بحط فيه حاجات وبيتنسى، يعني مكرونات مش عارفه ايه، كل الحاجات اللي بحطها فيه تجمعهم لي وفي الاخر بنساهم. هنا بقى كنت بقول لكم خلي بالكم وانتوا بتشيلوا الدرج او الرف اللي فوق الدرج، لان هو اللي كسر لي اللمبه بتاعت اللي هي بتنور دي، ما كنتش عارفه اتعامل فيها ازاي يعني. لان هي لما اتكسرت، عايزه اقول لكم اتكسرت في البدايه في اول تنظيفه انضفها للتلاجة، يعتبر كنت عروسه وكانت جديده، اهو اتكسرت من هنا، من حته من هنا. المهم وانا بطلعها بقى كده، قام جاي الزرار ده اتكسر. الزرار ده اللي هو بينور، واللي هو لما بيكون التلاجة مفتوحة بتديكي انذار، تعمل صفارة كده عشان انت تقفلي التلاجة. فكان لما كنت بقفل هو بيدوس على الزرار ده، فالنور بيقفل والصفارة بتقفل. كنت بقفل بقى التلاجة بعد ما اتكسرت، التلاجة تفضل تصفر والنور يفضل مفتوح. ما كنتش عارفه ان النور مفتوح غير لما كانت تقعد تصفر وهي مقفولة. افتح الاقي النور ايه مش مقفول، هو مفتوح على طول. فكنت اقعد يعني قعدت اصلح فيها ياما واخترع لها حاجات، وكان برضو مفيش فايدة، لحد ما بقيت جبت الحتة اللي اتكسرت ولزقتها بقى بالشمع البلاستيك زي ما انتوا شايفين كده. بس انا بقول لكم بتفادوا كل ده، وخلي بالكم وانتوا بتطلعوا الدرج ده بالذات، لان هو اللي كسرهولي. المهم بقى برضو الفرش بتاع التلاجة غسلته، وقلت افرشه بقى ايه، وانا بفرش فرش العيد حطيت بقى، مرضتش احط علبة للجزر وعلبة للطماطم، هو ده اللي بيكركب التلاجة، جمعتهم كلهم مرة واحدة. والطماطم دي كانت في كيس بس، وكانت في التلاجة بس فعلا الحاجة لو سليمة وكويسة وفي كيس وفضلت في التلاجة وبرضه بتبوظ، فلازم تبقى متهوية كده، وما ينفعش انك تغسليها علشان المية بتقلل من عمر الحاجة. ده كنت بقولكوا ده هينز طبعا مقاطعة، بس كان عندي قديم يعني مايونيز، وده صوص صويا، اسمه ايه نسيت اسمه، بتاع الفراخ اللي انا كنت جايباه. والتاني دوت برضو كان تبع المقاطعة، لما عرفت ان هو
اسمه ايه سريلاك دوت، مبقتش اجيبه وماليش نفس حتى ان انا اعمل الباقي بتاعه، فحطيته برضو في التلاجة. هنا بقى اللي كل اللي عنده دولاب جرار يركز معايا، لان انتي هقولك على حاجتين. اول حاجه ان انتي تاخدي بالك منها، ان لو حصل حاجه فانتي اول حاجه تبصي عليها هو اللي انا هقولك عليه. تاني حاجه ان انتي يعني كل فتره تبصي عليها تشوفي في حاجه فيها ولا لا. هو ايه؟ هو المجرى اللي تحت. انا عايزه اقولكم الدولاب ده من ساعه ما اتجوزت لحد دلوقتي، يعني مش كتير يعني، بس هو ايه كان حلو الحمد لله، ما حصلش فيه حاجه، وشكلي حسدته ولا ايه. وجاء الضرفتين اللي هما ورا دول اللي جنب بعض، اللي في النص واللي على الطرف، مش عايزين يقفلوا مره واحده كده، يزيقوا، يبقوا في بعض كده لازقين في بعض، اجي لازم اشد دي ودي مع بعض. فمش عارفه في ايه، وعماله ابص على المسامير اللي ورا مش فاهمه في ايه، وعايزين نصلح وكل ما يجي يصلح ما يتصلحش. فالمهم يعني ربنا الهمني بقى في ترويقة العيد دي، وبصيت على المجرى بتاعه. المجرى بتاعه ده كان اول الجواز كان بيتعبني بسبب لو في هدوم متعلقه، لو في بطاطين محطوطه زي كده، ان هو او المفرش، في مفرش مفروش تحت كده، بس انا يعني خلاص بقيت ادخله. بصوا التراب، بصوا كمية التراب، بس أنا دي بقى كنت كنساها وجبتهم كده. المهم نضف بقى تنظيفة العيد، وقلت كان في تراب بقى اللي هو الصغير اللي انتوا شايفينه ده، ما بين الحيطة وما بين السرير، فما فيش مساحة ان انا اتعامل فيه، فقلت لا هشفطهم بالمكنسة الكهربائية، هكنسهم وشفطهم بالمكنسة. جيت بقى ابص على الدولاب بالمره، علشان برضو يعني بص الدولاب والسرير يعني لازق فيه على طول، ففي حته برضو صغيره فيها تراب، وقلت امشي المكنسه فيها. ببص بقى على الدولاب لقيت فيه كميه تراب انا مكنتش اتخيلها، انا بقالي فتره ما ببصش عليه. يعني انا عايزه اقول لكم الضرفه اللي هي بعيده عن اللي سايبه السرير دي، في ضرفه كده ديت ما فيهاش حاجه. ليه؟ بسبب ان انا مثلا لو في حاجه بشيلها، لما باجي بكنس عليها كده. فالاتنين اللي جوه دول مكبوسين تراب، واخدين بص المفرش جوه ده هم قاطعين، يعني مقطوع منه. هو اول الجواز كان بيقطع منه، بس انا لما لقيت كده كل شويه كل شويه فالمهم دخلته يعني، بس شكله طلع تاني واتقص بقى. يعني بص القصه دي من الدولاب، من ان هو بيمشي عليه فبيقطعه. عايزه اقول ان هو كان مبهدل لي اصلا هدوم، في حاجه بهدل يعني. بصوا كأن انا اتخضيت كأني فرمه ارقدها بالظبط. قلت هو دخل دولاب؟ وفي الاخر الحمد لله لقيتها، يعني اكتشفت ان هي من الدولاب. انا اول ما لقيت كده حمدت ربنا ان لو فار هو اللي دخل الدولاب وتعامل كانت هتبقى كارثه. يعني الحمد لله استوعبت يعني ان انا مش في مصيبة قوي يعني. بس برضو يعني حاجة غلط، افرض جت في حاجة غالية، افرض جت في طقم مثلا عيد. وبص بقى من كتر ما هو رايح جاي بيزيق رايح جاي، ما فيش مساحة المجرى يمشي فيها، مخربش يعني مقشر الخشب ازاي، مقشر البياض ازاي. ففضلت بقى ايه اطلع، طبعا مش هيطلع بالمكنسه بسهوله كده لان هو متكبس على بعضه، وكمان المفرش الابيض يعني معصلك الدنيا حبتين. فضلت بقى ايه مش ساعتها بقى بلم الاوضه واسرة جنبي صريخ وبصوت، ومش كنت على اعصابي بصراحه. امبارح يعني انا النهارده صاحيه يوم جديد بسجل لكم فيه. ادعوا لي كده ربنا ييسر كده الحلوة اقدر افرش النهارده، نفسي يا رب قوي يعني. فبقيت اجيب اي حاجه جنبي. الاول جبت بتاعه كده، مش قادره اقوم اطلع اجيب حاجه من بره من كتر الضغط، مش عارفه اقوم اتحرك بجد. وفي الاخر عملتها اللي صلحها معايا، شريط برشام قسمته كده بالنص وبقيت اطلع يعني، واللي اطلعه اعمله بالمكنسه لان عشان ما يدخلش تاني وكده، لحد ما نضفتها خالص. بس عايزه اقول لكم هي فكت شويه، بس برضو ما فيش فايده، رجعت تاني. خايفه بقى يكون ما بين يعني مثلا الضرفه اهي يكون ما بين المسمارين اللي مربوطين جوه انا مش قادره اوصل لهم. يعني دي بقى ما فيهاش حل بجد، من كتر الوقت اللي عدى ومن كتر كده يكونوا جوه ما بينهم، لان لسه التزييق او لسه الماسكه في ما بين البابين دي لسه موجوده. فربنا ييسر كده ويا رب يتحل كده ويتصلح. وترارارا الفرش مفاجأة صح؟ بس ده يا ريته فرش، ده مش فرش العيد، ده فرش العيد اللي فات، الفيديو اللي انا ما يعني قعدت اصور وتعبت فيه وفي الاخر ما نزلتش اي حاجه. ف
قلت كده مقطع نحطوه اتحفز انا وانتو، يعني انا هتحفز من الفيديو ده برضو واتشجع عشان اقوم انجز. انا نفسي انجز حاجة على بعضها، نفسي. طبعا انا احساسي دلوقتي ان انا قاعدة لسه ورايا هم وعمالة منتج وعمالة اظبط في الفيديو وعمال ياخد وقت مني رهيب، فعشان كده متضايقة والله العظيم، بس ان شاء الله خير خير. بصوا بقى، دول اللي انا كنت جايباهم مره، انا كنت جايباهم قبل ما افتح القناه عامه يعني. جالي فكره ان انا افرش الاوضه، لان انا لما غيرت النظام يعني السجاد بتاعي ما بقاش يجي على النظام الجديد، يعني انا غيرت نظام السرير يعني اتلخبط على بعضه، كان في العيد وكده. فجالي فكره ان انا جبت اللي جبت كام، جبت 3 دي والتانية وللمطبخ 2 متر تقريبا او 2 متر ونص، 2 متر ونص والتانية زيها. وبرضو بتاعة المطبخ 2 متر ونص تقريبا، مش عارفة كانوا عاملين في حدود 350 التلاتة او 400 حاجة زي كده. بس انا بقى تعليقي عليهم، يعني انا لفتني قوي لونهم ورسوماتهم، وحسيتهم هم تحسيهم اطفالي بس منورين الدنيا وبهجة كده. جبتهم على عيد رمضان دول، عشان انا فاكرة كنت في رمضان. والمهم يعني انا دول بالنسبه لي مش احسن حاجه، بسبب ان هي كانت عندي في المطبخ ومتبهدله. بس ده تحسيه نوع تاني ونوع جامد شويه. بس اللي اكتشفته فيه بقى عبار ايه، مدار الفرش كذا مره اللي انا فرشته. بالمناسبه انا بفرشه على العيد بس لاي لاينر اهو اللي كان مرسوم، اللي كنت بقول لكم عليه ساعه الفيديو بتاع العيد، او مشتريات الوقفه، مشتريات العيد، لبس العيد اهو على ايدي لسه شايفاه. المهم افرشه على ايام العيد بس، ولو سبته مثلا شويه كده بعد العيد عقبال ما اشيله. اللي اكتشفته بقى فيه ايه، ان الجمدان ده مش جمدان خالص. يعني بينزل بودره كتير، اللي هو الورا الابيض ده بودره كده بتنزل من اول ما كنت بفرشه. ومع يعني مثلا هنا مثلا قدام الاوضه مهلوك، فتلاقيها طرت مع الوقت، بقت طريه، بقت مش جامده. حتى جيت امبارح وانا بشمسهم وانا بنزلهم من على اسمه ايه ده اللي قدامنا ده، النيش. برضو بينزل من غير اي حاجه كده، بودره تنزل من غير اي حاجه، وانا بصراحه مش عايزاها. لان اكتشفت ان هي يعني بتخففها شويه، بتخليها مش تقيله وماسكه نفسها، بتخليها تقيله، بتخليها خفيفه. معلش يا جماعه والله الصيام بقى والفرهده وكده. هنا بقى اللحظة المنتظرة اللي كلنا بنحبها، وهي فرش السرير. هنا بقى لفت نظري على فكرة الملايات دي ماما اللي مفصلهم لي. بصوا حتى اختيار رقي الاختيار. شايفين اللي هو الشريط الستاني المزجزج ده، نفس الرسمة اللي مزجزجة لفتت نظري قوي. قعدت اتغزل فيها كده وانا بفرشها، بس في الاخر احترت وقلت لا، بما ان هي دباديب ومش عارفه ايه واطفالي شويه، مع الملاهي اللي تحت ديت عائلة ديزني في بعضها كده، فخليها على العيد الكبير بقى، بمناسبة بقى الخرفان واللحمة والبقر والحاجات دي كلها ف وبرضو نزلتها العيد دوت واحترت فيها، هبقى انزل لكم الفيديو ان شاء الله. بس هتشوفوا ان الترويق غريب شوية، بس انا ترويقي شكله غريب يعني. فعقبال بقى ترويق، اهم حاجه انه في الاخر تبقى الدنيا متروقه ومفروشه والدنيا تمام. بس التعب دوت احنا بننساه اول ما بنلاقي ان احنا انجزنا. ويا ريت يكون قبل الوقفه وقبل العيد وقبل كل ده. المفروض شايفين، المفروض ان انا نازل لكم الفيديو قبل الوقفه، وقبل الوقفه بيوم، وقبل الوقفه ب5 ايام كمان، علشان الوقت وان دي قناه وكده. وده طبعا الحمام. بس انا نخرج من الحمام واكلمكم في حاجه قبل ما الفيديو يطلع. لان انا مش بصراحه، يعني لما بتفرج على حاجه والاقي حد بيسمم في الحمام او حد حتى لو هو مش في الحمام، يعني ايه، زي ما بنقول ايه، احتراما، يعني احتراما للكلام، ما يبقاش ان هو ابقى في وسط حمام واذكر ربنا. او أقول ساعات كتير بصادف قوي بتغاظ من الحركه دي جدا. فالمهم، بص انا بتجول بقى باخد لقطات وافرش ومش عارفه ايه والحاجات ديت، وماسكه التليفون بايدي. فرشت السجاده من تحت، ودي عليها من فوق، دي بتاعه المطبخ بقى، جبتها غامقه شويه يعني، وبرده زرافات وحيوانات حلوه كده.
المهم بقى، عايزه اقول لكم يا رب تكونوا بتصوموا الايام ديت. فضل الايام دي عظيم جدا. يعني سريعا كده هقول لكم عشان الفيديو هيخلص. والقرآن برضو والصلاة. بصوا انا مش انا اللي هكلمكم عن الحاجات دي، الاحسن مني اسمعوا شيوخ. نزلوا دكتور حازم شوام، بحبه، ربنا يا رب يبارك في عمره كده ويكتر من امثاله. فزي ما بقول لكم مثلا حملوها واسمعوها مثلا وانتوا بتروقوا. اعرفوا فضل الايام دي، فضل الايام دي عظيم. يعني في علماء قالوا واختلفوا وقالوا ان هي اعظم من ايام رمضان. ويعني في علماء تانيين قالوا ان لا، يعني ايام رمضان عظيمة عشان فيها ليلة القدر، ودي برضو الايام دي عظيمة عشان فيها وقفة عرفة. ويعني اهم حاجة او اقل حاجة لو ما صمتيش، هو اقل حاجة يوم. هما طبعا احنا بنصومه 9 ايام، وربنا بيصد علينا العاشر اللي هو 10 ده يوم الوقفة، يوم العيد. فربنا يعني بيسد علينا اليوم العاشر ده. برضو دي كانت معلومة أول مرة أعرفها المرة دي يعني. آه القرآن، الصلاة، الأجر في الأيام دي مضاعف جدا. يا بخت بقى اللي بيصوم، يا بخت اللي بيقرا، يا بخت اللي ربنا أصلا بيتقبل منه، لأن احنا يعني بس إن شاء الله بيقولك بقى أحسن توبة، أحسن توبة في الأيام ديت. يعني اللي عايز يتوب يتوب في الأيام ديت، حتى لو انت بتتوبي وبترجعي وبترجعي تاني توبي، ربنا بيستقبل حتى لو يعني العبد يعني رجع في اليوم 70 مرة، فان انت تتوبي تاني فربنا بيستقبل، يعني بيتقبل منك. ربنا يا رب كده يتقبل مننا جميعا، ويبلغنا كده العيد واحنا مغفورين من الناس المغفورين لهم، وبفرحة كده. ويا رب ينصر اخواتنا، ما تنسوش دعائكم ليهم يا رب في الايام ديت. آه، والقرآن يعني حاجة حلوة قوي بجد، ربنا مديهالنا هدية، هدية كنز. طبعا غير ثواب ان انت بتقرأي والحسنات، والحسنة ب10 امثالها. الوجه الواحد، يعني مش الصفحة وش وظهر، لا الوجه، الصفحة الوجه بس، لو لما بتقرأيها في الأيام ديت بتعادل 700 صفحة. متخيلين؟ أنا عن نفسي والله العظيم مش يعني كان نفسي أختم برضو في الأيام دي، وفي ناس شاطرة قوي بتختم. فيعني حطي في بالك الثواب وأجرها، وانت هتلاقي نفسك ان انت عايزة فعلا يعني تروحي تختمي او تقرأي صفحة على قد ما تقدري. وان شاء الله النية ربنا برضو هي يعني انت لو حتى نويتي وما عملتيش، فان شاء الله ربنا بيديكي ثواب كأنك عملتي بالظبط. بس اهم حاجة نعمل يعني. برضو ما تنسوش صيام وقفة عرفة، ده ما يتعوضش ابدا. ويلا بقى يا حلوين، عشان ما اطولش معاكم الفيديو اكتر من كده، اصلا هو خلص وانا هحط عليه مقاطع تانية علشان الكلام وكده. يا رب كده يتقبل مننا ويبلغنا العيد كده واحنا مبسوطين ومجبورين الخاطر، يا رب اللهم امين. ان شاء الله هنزل لكم، لو قدرت هنزل لكم فرش العيد دوت يعني. ان شاء الله خلص وانزله لكم على طول، هيبقى صغنن كده، وممكن ادخل فيه الحاجه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هو مزيل العرق والمخمريه والحاجات دي ممكن اعملها. وان شاء الله انزله لكم، استنوه بقى. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.